الذي يزور مخيمات البدو. عند الظهيرة يحين وقت الغداء الذي يتكون عادة من البرغل أو الأرز وبعض النباتات البرية إلى جانب المنتجات الحيوانية كاللبن والسمنة أو الزبدة. وتجتمع العائلة لتناول الطعام وشرب الشاي وأخذ قسط من الراحة. أما الضيوف فقد جرى العرف على تقديم المنسف المجلل بلحم الذبائح. بعد تناول الطعام تقدم القهوة المرة مرة أخرى، بل عدة مرات، وهناك من يقدم الشاي أيضا. هناك مهام كثيرة أخرى تقوم بها النساء داخل الخيمة بين فترات العمل المختلفة: العناية بالأولاد وصغار السن، ويوكل الأمر غالبا للجدات والمسنات، لكن الأمهات يقمن أيضا ببعض المهام كضفر شعر البنات أو نقل المياه من الصهريج البعيد، ثم تنظيف الخيمة أو غسل الصحون والأواني المختلفة. وهناك من النساء من تقوم بتطريز الملابس أو تزيين قماش الهرس أو صناعة الزرب، بينما تقوم نسوة أخريات بخض الظرف لصنع السمن أو بغزل الصوف، وهو عمل طالما اشتهرت به نساء البادية منذ قديم الزمان. في الأيام التي يكون فيها إنتاج الحيوان في أوجه وقبيل الغروب تقريبا يقوم البدو بحلب حيواناتهم للمرة الثانية. سكن الليل وحل الظلام على البادية وجبالها، وما إن تلمع النجوم في السماء حتى يتجمع البدو في الخيام. وبينما يعزف محمد على الربابة أو المجوز تروي الجدات والأمهات القصص والحكايا والسوالف، ويشرب الجميع القهوة المرة ويتبادلون أحاديث السمر أو يرددون بعض الأشعار. يا شوقي ترى الهوى دباح، عقلي نقص وين تخربته، يا ابو الهود انت قلت تفاح، شوفك بعيوني تغربته، وقت مضى يا الغضي مرتاح ما دقت حبك وجربته، وحياة اللي يزن الأرواح عقبك هو البيض حاربته.